الرحمن الرحيم. سيد العامل المحترم، سيد رئيس المجلس الإقليمي المحترم، سادة رجال السلطة المحترمون، السيدة البطلة والسادة الأبطال الرياضيين المحتفى بهم، السادة والسيدات ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، السادة والسيدات الضيوف الكرام، أيها الكريم، نحن فخورين بمنجزات فريقنا الوطني في إقصائيات كأس العالم الأخيرة وما حققه بعده من نتائج إيجابية. نحتفل اليوم بما حققه أبناء وبنات إقليمنا العزيز من نتائج مشرفة في شتى المجالات وفي الرياضة على وجه الخصوص. نحتفي بالبطلة خديجة المرضي، أول ملاكمة إفريقية وعربية تتوج بطلة العالم في الملاكمة، والعدائين محمد مرابطي بطل العالم لماراثون الرمال، ووصيفه عزيز الشو في الرتبة الثانية، ورشيد مرابطي صاحب الرتبة الثالثة. وبهذه المناسبة أشكر كل من حضر من قريب ومن بعيد ليشاركنا هذه الفرحة، خصوصا ضيوفنا الكرام أسود الملاعب الذين أدخلوا الفرحة على قلوبنا وعشنا معهم لحظات لا زالت عالقة في الذاكرة، وكذلك الإعلاميين والصحفيين الذين كانوا أعيننا داخل الملاعب وسافروا بنا إلى الداخل لنعيش معهم كل محاولة وكل تمريرة وكل هدف. ولا يفوتني أن أشكر الفنانين الذين يكملون البهجة والاحتفال ونعيش معهم حلاوة النصر والتتويج.